إلهي ألف. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك. إلهي العف، إلهي العف. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي دارت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل رسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأت. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك صالح خادم متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك صالح من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك
رغبتك اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيل سترت وكم من فود من البلاء قلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أذم بلائي وأفرت بي سوء خالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وأبسني أن في بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك داعي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى فأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك
وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذلا مترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شر وثاقي يا رب ارحم يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لارتداء كرمك وصالف برك بك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من سوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تذكي من ربيت أو تبرد من أدنيت أو تشرد من عابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت لتوحيدك صادقا وبشكرك مادخت وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارع سعت إلى أوطان تعبدك طاهرة وأشارت باستغفارك مذهبا ما كذب الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه
قلیل مکثور یسیر البقاء قصیر مدت فکیف توالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدت و یدوم مقام فلا یخفف عن اهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستکین آقای من برا من چگونه خواهد بود عاقبت کارم چی میشه چی به سرم میاد تا از من نگذری چه کنم مولا جان انا عبدک الضعیف من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا الذلیل در مقابل تو خار و بی مقدار الحقیر المسکین المستکین مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشیدی رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا میشه منم ببخشی آقای من میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدیم اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر نیست یا الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الیک اشکو و لمامنات الجواب کی لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلن سيرتني للعقوبات مردانك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النذر إلى كرامتك أو كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا آملي ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ملك المؤمنين يا غاية آمالي
یا غیاث المستغیثین یا غیاث یا ربیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک تسمع فیها صوت عبد مسلم سجن فیها بمخالفته و ضاقت عذابها بمعصیته و هو بسبعین اتباعها بجرمه و جریرته و هو یضج الیک ضجیج مؤمل لرحمتک و ینادیک بلسان اهل توحیدک و یتوسل الیک بربوبیتک یا مولای فکیف یبقی فی العذاب و هو یرجو ما سلف من علمک و رأفتک و رحمتک ام کیف تعلم النار و هو یعمل فضلک و رحمتک ام کیف یورق لهیبها و انت تسمع صوتا و ترى مكانا ام کیف یشتمل علیه زفیرها و انت تعلم ضعفا ام کیف یتقلقل بین اتباعها و انت تعلم صدقا ام کیف تزجره زبانیتها و هو ینادیک یا رب ام کیف یرجو فضلک فی عتقه منها فتترکه فیها هیهات ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبع لما قاملت به المبعدین من برك و احسانک فبالیقین ابتم لولا ما حکمت به من تعذیب جاهدیک و قضیت به من خلاد ماندیک لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماك اقسمت ان تملأ من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجل ثناؤك قلت مبتدا وتتملت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهی و سیدی فاسألك بالقدرة التي قدرتها و بالقضیة التي اتمتها و حکمتها و غلبت من علیه اجریتها انت بلی فی هذه اللیله خدایا همین امشب منو ببخش خدا و فی هذه الساعه همین الان عفومون کن مولا جانم کل جرم اجرمتو و
وكل ذنب أذنبت وكل غبي أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جبارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رجلي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك عبدك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك مبسولا خدایا کاری کن پیوسته در راه خدمت به تو قدم برداریم خدا و اعمالی عندک مقبولا خدایا اعمالمون رو طوری قرار بده که همه مورد قبولت قرار بگیر خدا حتی تکون اعمالی و مرادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیه مقبلیم یا من الیه شکوت احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب غفو علی خدمتک جوارگی
عذاب و جوارم رو برا خدمت به خودت نیرو بده خدا و اشدد علی العزیمت جوانی و هب لی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و دنو منک دنو المخلصین و خافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اللهم و من ارادنی بسوء فردو و من کادنی فکدو و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقرب منزلة منک و اخصم زلفة لدبک فانه لا ینال ذلك الا بفضلک و جدلی بجودک و عطف علی بمجدک و فضنی برحمتک و جعل لسانی بذکرک لهجا و قلبی بحبک متیما و من علی بحسن اجابتک و اقلنی عثرتی و اغفر زلتی فإنك بذيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك امر کردی تو را بخونن و ضمنت لهم الاجابه ضامن استجابت دعا شدی مولا جانم فإلیک یا رب نسبت وجهی خدایا رو به سوی تو کردم و میکنم و الیک یا رب مدد تو یدیم دستم پیش تو دراز میکنم خدا و به عزت کس نجبلی دایی به عزتت قسم دعامونو به اجابت برسان خدا و بلغنی منای ولا تقطع من فضلك رجایی و کفنی شر الجن والانس من اعدایی یا سریع الرضا یا سریع یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا بیامرزونی که غیر از دعا چیزی نداره فانک فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا یا من و ذکره شفا یا من اسمه دوا و ذکره شفا خیلی
ما صدا گفتن و مریض دارن. خدایا همه مریضامون و شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببخش. خدایا مریضایی که سفارش کردن عاجلا لباس شفا بپوشا. یا من اسمو دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا. ارحم من رأس و مال الرجا. رحم کن به کسی که سرمایش امیده مولا جانم و سلاح البکا. رحم کن به کسی که سلاحش گریه است، اشک و ناله است. بر کسی اشک دادن، حال بکا دادن، خیلی نعمت دادن. خوشحال اونی که اشک و گریه و ناله داره. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله، واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی، برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد، برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخوای خدا زود ازتون راضی بشه، میخوای زود بگذره ببخشه، برا حسین گریه کنید. اشک برای ابی عبدالله پرونده سیاه اعمالو میشویه، پاک میکنه. فاصلتو با امام زمانت کم میکنه، موجب رضایت و خوشنودی خدا. یا سابقا یا دافع یا نور المستوحشین في الظلام، یا لمن لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.